من كام يوم نزل خبر ان في يوتيوبر مصري عايز يشتري نادي في انجلترا. بعد ما دخلت ودورت لقيت انه مروان سري، اللي هو يوتيوبر ولا ممثل ولا مخرج. للي ما يعرفش، مروان خريج اعلام قسم اخراج ولا محلل كروي. عشان نجاوب على السؤال ده لازم نجاوب على سؤال اهم: من هو مروان سري؟ خش يا ابني بالانترو. في سنة 2017 نزل أول فيديو على قناة كورة باسم إرزا، والفيديو كان بيشرح عن محتوى القناة لليوتيوبر المصري مروان عمرو سري. والأول مروان كانت القناة ليه بشكل رسمي، ما بينزلش عليه حاجة غير حاجته، وكان بيتكلم عن الكورة في محتوى بسيط جدا، وبيتكلم عن فرقته اللي ملهاش جمهور قوي، يعني زي مدريد وبرشلونة اللي هي أرسنال، واللي ما كانش حد بيتكلم عليها غير الدك ساعتها. وفضل الحال على كده لحد كأس 2003. البطولة دي كانت في مصر، وعكس كل اليوتيوبرز اللي وقفوا بعد خروج مصر من دور ال 16، سري كمل لحد النهائي. في مرة نزل فيديو على القناة بتاعته دي لصديقه المانشستراوي اللي ما كانش حد عارفه ساعتها، أحمد كمال، واللي دلوقتي نعرفه بتاع أفلام. واللي فاكر إن رياكشنات أحمد كمال دي دلوقتي عشان الحال اليونايتد وكده وهو بيحتفل كده، أنت لسه متابع جديد، لأن كمال كده من زمان. وفضل شوية سري ماشي بنفس المحتوى بنفس كل حاجة، شوية ينزل رياكشن، شوية يتكلم في الكورة، شوية يعمل فلوجز، لحد اللحظة الحاسمة، وهي إنشاء شركة أركيد. في سنة 2019 بينزل فيديو على قناة بتاع أفلام، والناس لقت إن الإنترو هي الإنترو بتاعت مروان سري، والناس معظمها عارفة إن هم أصحاب، بس برضه في شوية ناس هاجموه لحد ما عمل فيديو شرح الموضوع وأعلن إن دي تبع شركة أركيد للإنتاج. بينزل فيلم ويبتدوا قبل الفيلم يقولوا السبكي للإنتاج الفني، ده يبقى معناه إن محمد سعد سارق من محمد رمضان، ومحمد رمضان سارق من أفلام السبكي. هي شركة إنتاج واحدة يا جماعة. أركيد فيلمز بتقدم برامجها على اليوتيوب، ارزع وبتاع أفلام والعب. وهنا أعلنت بداية شركة أركيد. وبعديها على طول مروان نزل فيديو على قناته هو بيشرح عن ايه التطور اللي هيحصل في القناه، وانه هيضيف وجوه جديده وهينوع في البرامج. ومن الوجوه دي احمد وسلمى في رزع الفانتزي، وجو صاحب افضل راي في تاريخ ارزع بالنسبه لنا، واللي هتعرفه لما نوصل لحته الاراء، اللي كان ظاهر قبلها في كام فلوج، واللي اتعمل له برنامج رزع ولا حقيقه. وجميل المحيا افضل برشلوني، وهو عمر خالد افضل حكم في التاريخ. لو ما تعرفش، في رزع الجمهور كان معمول اصلا عشان يكون مقدمه عمر خالد. حابب اضيف معلومه ممكن ما يكونش كله عارفها: عايدي من اوائل الناس اللي ظهرت في رزع الجمهور. والفكره بتاعت توسيع القناه نفسها لما فكر فيها وقال للناس عليها اللي هم اصحابه، يعني كانوا بيقولوا له بلاش، ومنهم جو اللي كان بيقول له بلاش تاخد الريسك، لكنه صمم على قراره، وفعلا القناه تكمل بشكل ممتاز. ودلوقتي رايه كان صح. وعلى فكره هو لما خد القرار ده ما كانش لسه بيبتدي، لا ده كان عنده سكه 150 الف مشترك، ودلوقتي هو بقى مروان سري اليوتيوبر، ومروان صاحب شركه اركيد. هتقول لي طب ايه هي مميزات، يعني ليه انا اتفرج على مروان سري؟ بص يا معلم، اول حاجه وهي التنوعيه. يعني انت تعرف مروان بايه؟ لو سالت حد كروي او شاب وسالته تعرف مروان سري، هيقول لك اه. هتقول لي طبعا عشان الشباب بتحب الكوره. لحظه، معاك حق. طب لو سالت بنت تعرفي مروان سري، في اللي هيعرف وفي اللي لا، لكن لو قلت لها الكلمه السحريه هتلاقيها عارفاه، وهي شيف. غلط. يعني ايه بيعمل مكان بيعمل اكل؟ ما هو يعني ايه يعني ايه المكان راجل ده؟ بيقف في مكان بيعمل اكل؟ يعني ايه راجل؟ ما هو يعني ايه يعني طباخ؟ وهنا تأتي المفاجأة، هتلاقيها عارفاه وشبه شافت كل حلقات البرنامج، او على الاقل كام حلقه منه. خلي بالك الفكره دي صعبه، انك تحافظ على هويه ان انا بتاع كوره وبحب الكوره وعندي جمهور كبير في الكوره، وفي نفس الوقت انا بنوع لك في المحتوى عشان ما تزهقش وعشان تفضل تتفرج عليا. فكره ان القناه تبقى شركه هو كان من اوائل الناس اللي تعملها، وبعد كده شفناها كتير زي بيس كيك وقنوات تانية. وهنا تيجي اهم عامل بيميزوه، هو احترام جمهوره. يعني مثلا اخر فتره جمهور صباحه بينتقد عمرو عشان ما بينزلش بقاله فتره، مع ان انا شايف ان عمرو ما بينزلش عشان مش عاوز يكروت، وان تحضير الحلقات ده بيحتاج وقت. خلي بالك عمرو اتعرض لموقف في السيزون الاخير اللي هو نزله، انه ما كانش لاقي حد يعمل معاه الحلقه الاخيره في السيزون. وتختلف او تتفق دي بقى اراء، لكن سري بيعرف المشاهد عايز ايه ينفع يتعمل ويعمله، وركز في حته ينفع يتعمل ليه. عشان لو اللي انت طلبته ده ممكن اعمله بس مش هعمله زي الاول، او هعمله من غير حب واحساس، والله الموضوع ده بيفرق جدا. لو انا بعمل الحاجه وانا مش حاببها، لو عملت ايه مش هتطلع كويسه. وعمل افضل سلسله عبثيه شفتها في تاريخ اليوتيوب العربي والمصري، وهو الموريسيو في الكاريرمو. وبص، انا وجمهور كبير من محبين السلسله دي بيطالبوا انها ترجع. السلسله دي كانت ناجحه لدرجه انها تخلي واحد زي المحلل الكبير احمد عز يعمل حلقه كامله ساعه الا ربع بيعبس فيها هو وجميل المحقق. الحلقه دي كنز في اليوتيوب قسما بالله وفي الكوميديا. اللعيبه كلها كانت بتلعب بنادر رضواني في مكان متقدم، لكن هو غير مكانه وحطه تحت رامبو. اوكي. وده التوظيف الصحيح تشريحيا حتى. فبالتالي هو ده اللي ظبط الفرقه. ولما الناس قعدوا يطالبوه انه يرجع الكارير، جه يعمله لان هو مش عارف يعمله زي الاول، او مش حابب يعمله زي الاول.
لكنه حب يراضي الناس اللي بتتابعه، فكر انه يعمله في الحقيقه وراح يدور ازاي يشتري نسبه او نادي في مصر، لقى ان الموضوع شبه مستحيل. ما يقس ودور لحد ما الاستاذه سلمى اللي الضلع الخفي في القناه واللي مش واخده حقها تماما جابت له عروض في انجلترا، ودلوقتي هنبتدي نشوف الكارير في الحقيقه. وهو عمل كده احترام للناس اللي بتتابعه، وطبعا هو حابب يخوض التجربه، الاحترام اللي يخليه يصور حلقه واصلا القناه مسروقه، وكان نهائي المنتخب وهو عارف ان النهائي هيتلعب ومش عنده قناه حتى لو ينزل حلقه ومش عارف مصير القناه ايه، يصور الرياكشن ومصر تخزوقه كالعاده. كملت عليه والله. تيجي التلقائيه بتاعت مروان سري. مروان تلقائي مش مصطنع، ما بيعرفش يمثل في الكاميرا وفي الحقيقه عشان ما نكونش بنأفور يعني. واللي ما يعرفش مروان اصلا ممثل، هو من اول الناس اللي طلعت معايا سماح. اكتشفنا انه كان في فيلم الديلر وعمل كذا فيلم قصير، وصديق للاسطوره صاحب الارقام القياسيه في صباح وتحدي يوسف عثمان. اراهنك شو اراهنك ان في حد بيعمل العبث اللي هم بيعملوه في 1 البرنامج. 2 3 ابلع. يا ابني ده البرنامج اسمه رزع الجمهور وما بياخدوش راي الجمهور فيه، بس احنا حابينه كده وعايزينه كده بعبثه باراءه. نيجي في حته الاراء. اولا اكتر حاجه بتحببك في مروان انه شبهنا، لما بيفرح قوي ولما بتغمم عليه بيبان على وشه قوي، بس بيتقبله وبيتقبل النقد جدا. يعني لو محدش يعرف انا اللي عملت الفيديو بتاع اهل العين في الارياف، وهو طلع يتكلم في الحلقه وضحك وعجبه وما زعلش. قال لك اقل عين في المضايفه. قال عين في الارياف. قال عين في الارياف. شوف كده. قال لك ارفع المسخره بصراحه. وانا كنت بهزر الصراحه. وبلاش ناخد كل حاجه بجد، مش معنى انه مره ولا مرتين ولا 10 مرات اتكلم عن حد وخسر او اتصاب ده دايما هيحصل. لا يصيب المرء شيء الا باذن الله. بالمره ما تنساش تعمل لايك وتشارك كده، طلع اخوك يعني. واهم عامل انه مش اناني. لما نجح وجاب ناس نجحوا مع بعض ما قالش ان انا نجحت وهكمل لوحدي او انا سبب في نجاحه. وفي الرياكشنات دايما بيطلع التيم اللي ورا، اذا كان اسطوره الاخراج مهاب يا جماعه، مهاب ده احسن وارقى كاتب فيك يا مصر. مهاب، احنا بنعمل فيلم في 24 ساعة، مش هتيجي يا ابني؟ مش بيقول انا المهم وانا العامل الاساسي في القناه. ولما كل واحد من تيمي عمل قناه ليه بره شركه اركيد ما اتضايقش، بالعكس كان بيدعمهم، كان بيسيب لينكات قنواتهم في القناه بتاعته، ما اتقمصش وقال لك انا اللي شهرتهم وانا لا لهم الخير. وهنا انا ما اتكلمتش عن التيم كله، الحلقه عن مروان بس بس ده ما يمنعش ان التيم كله ناس موهوبين وشاطرين جدا، زي الجميل المحايي عمر اللي دايما بتبقى اراءه جدليه والناس بتاخد الوحش بس. لكن زي ما قلنا في حلقه العبث اللي هتظهر لك فوق ان الناس ما اديتوش حقه في حته تشافي وفليك، لما قال لا تشافي معاه لعيبه والمفروض يدي اكتر من كده، وان في عز ما تشافي كان واخد دوري اتسال اجيب فليك ولا احافظ على تشافي، قال لك لا اجيب فليك لان ده هيبني لي منظومه. ودلوقتي كل اللي هو اتقاله بيتحقق. ولا جو اكتر واحد بحسه عاقل في اراءه، وفعلا جو لما بيحلل كوره انا بستمتع بتحليله جدا جدا، وانا متفق معاه في راي هالاند مش ينفع ياخد البالون دور. وقبل ما تصيح هديك سؤال وهسكت ومش هكمل الحته دي وانت رد عليا في الكومنتات. لو هالاند جاب اهداف اكتر من كريستيانو بنفس النظام اللي هو بيلعب بيه ده، يبقى كده هو افضل لاعب في التاريخ؟ اسيب لك الاجابه. والرياكشنات تقريبا مروان من اوائل الناس اللي عملت موضوع الرياكشنات ده، وكان دايما معاه احمد كمال، وفضل كده لحد ما افضل رياكشن اتعمل في القناه رياكشن القادم. ده افضل رياكشن انا شفته في حياتي طبعا عشان انا اهلاوي. الاقي حد بيقول لي طب ورياكشن بايرن برشلونه ده جايب مشاهدات اكتر، خليك في نفسك، دي قناتي وارائي. خد كل اللي انا قلته عن مروان ده مش معناه ان مروان على الله ما يعرفش حاجه في الكوره وانه بيرزع بس، لا مروان مثقف كرويا جدا وحلقات صباحه تثبت لك ده. وفي النهايه ممكن اكون ما اديتش كل واحد حق، بس انا حابب اقول ان انا من اول الناس اللي تابعت ارزع واني من فانز الناس دي، وحابب اشكرهم على مجهودهم لاحترامهم لينا. واتمنى لو شافوا الحلقه دي تكون عجبكم السلسله دي شجعوني عشان اكملها. وبس انا كده خلصت، اتمنى الحلقه تكون عجبتكم. ما تنساش تعمل لايك وتشترك في القناه وتفعل زر الجرس عشان يوصلك كل جديد، وتعملوا فولو على الانستجرام هتلاقيه تحت في اول كومنت. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.